شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة قبض الشرطة على شوقي وأكرم فتح الله لأنهما ظهروا في فيديو قتل دلال واعتبارتها مشاركة في الجريمة بتسترهما على شقيقتهما دلال إيمان العاصي. فيما شهدت الحلقة قيام محمد رمضان بضرب شوقي كرام إمام أهل السيدة، وذلك عوض عن ضربهم لسيد، فيما شارك في ذلك سيد أحمد فهيم شقيق جعفر ونعيم عصام السقا. وكشف محمد رمضان في الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة عن حقيقة دلال إيمان العاصي، حيث فضح أمرها إيمان مي كساب ووصفها هالة صدقي، وقال كل تاريخها الأسود في خطف نجلة إلى قتل بلال شامة. وألقى جعفر يمين الطلاق على دلال، ثم أحضر نعيم عصام الشرطة لتقبض عليها بتهمة قتل بلال شامة. وطلب جعفر من نرجس السماح حيث قابلها وقال لها: عايزك تسامحيني وتفتكري كل حاجة حلوة بيننا، وأنا سندك وظهرك. لترد عليه نرجس قائلة: ابقى بارك لسارية على رجوع ابنها بالسلام. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.